جربي بقى تضيفي المكون ده على الرز بلبن، هتعملي احلى رز بلبن. هو ده بقى الرز بلبن بتاع المحلات اللي طعمه خطير جدا، استحالة ان انت تفرقيه عنه، بجد تحفة. هتقولي في حياتنا ما اكلنا رز بلبن زي ده. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك وتابعوا معانا الفيديو الاخر، هيعجبكم جدا. اول حاجة طبعا بنحط شوية مية كده على النار. اول ما المية تبدأ تغلي تنزلي بالكوبايتين الرز، وبعد كده يغلي غلوة وتوطي عليه النار لغاية ما يستوي كده، وتبقى الرزاية كده مهرية ومستوي تماما، ونكون كمان شرب المية بتاعته كلها. هتنزلي بقى كده ب 2 كيلو من اللبن. ده هنا 2 كيلو من اللبن طبعا يبقى بتجيبيه وبتحطيه على طول على الرز، يعني ما بيتغليش اللبن اللي هو بيتعمل رز بلبن، ما بيتغليش. بنضيف اللبن كده من غير ما يتغلي عشان يديكي قوام حلو جدا. واهم حاجة في الرز بلبن ان انت تجيبي لبن يكون قوامه كده تقيل، اللبن اللي هو بيطلع قشطة، عشان يديكي نتيجة حلوة للرز بلبن. هنا هاخد كوباية بقى من الرز على اللبن كده، كوباية واحدة بس هيديكي نتيجة حلوة جدا. في الخطوة دي بقى ركزوا كده بقى معايا، عشان هو ده بقى السر بتاع الرز بلبن بتاع بره. هنا بقى خدت كوباية الرز بلبن على اللبن، هضيف عليها باكت من الفانيليا، وهنضيف كمان كوباية من السكر، وهضيف كيس من الكريم شانتيه، وطبعا السكر حسب الرغبة، وهضيف تاني سكر طبعا على الحلة لو احتاج. هنضربهم بقى في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنضربهم ضربة كده تكون كويسة جدا لغاية ما يبقى كده كريمي كده معانا، تمام كده. بعد ما نضربهم كويس جدا، والخطوة دي بقى اللي هتنقل الرز بلبن في حتة تانية خالص، زي الرز بلبن بتاع المحلات، استحالة ان انت تتفرقيه. هتاكلي رز بلبن هتقولي في حياتنا ما اكلنا رز بلبن زي ده، بجد جميل جدا، مش هتفرقيه عن بتاع بره خالص. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. هنا بقى رصينا الاطباق بتاعتنا زي كده، ولازم ترصي الاطباق طبعا قبل ما تبدأي في الرز بلبن، عشان على طول كده اول ما بتشطفي على الرز بلبن تروحي صباه كده على طول، ما ينفعش ان هو يفضل في الحله، تمام كده، بتصبي على طول. هنا بقى عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. لو حاسه ان انت على طول بتبقي تعبانه ومخنوقه ورزق معاكي قليل، وكمان على طول عيانه وعند الدكاتره وتعبانه جدا ومش عارفه تعملي ايه، ومفيش علاج عامل معاكي اي حاجه، وكمان بتحسي ان الرزق قليل ومفيش فلوس، على طول دايما حالك واقف ومفيش ايا كان، او حالك واقف، فاعمل الحاجة ديت او اعمل الحاجة ديت. بجد حاجة جميلة جدا جدا، بتشيل اي هم واي كرب. لو انت في مشكلة او في ضيقة او على طول في مشاكل، ربنا على طول دايما بيشيل الحاجات ديت بسبب حاجة واحدة ممكن تعمليها، وهتشيل عنك كل ده. هي ايه؟ هي اطعام الطعام اللي لازم تعمليه، وتعمليه لو حتى بحاجة بسيطة معاكي. لو عايزة اقولك لو 10 جنيه، لو 5 جنيه، ايا كان. في ناس كتيرة قوي بتبقى نفسها ان هي تعمل، بس بتبقى عيانة، بتبقى تعبانة، ممكن تكلفي حد ان هو يعملك. في ناس كتيرة قوي وفي شركات كتيرة قوي بتعمل الحاجة ديت، بتطلع الوجبات وبتعمل الحاجات ديت. في كمان يعني ممكن تكلفي اختك، تكلفي اي حد جنبك يعملك الحاجة ديت. مش قادرة خالص، ممكن تطلعي فلوس، ممكن تشتري اي حاجة من مطعم وتديها لأي حد يكون محتاج. مش شرط ان انت تعملي الحاجة بنفسك وتقفي تعمليها لو انت تعبانة ومش قادرة، بس تكفي ان انتي تبقي مطلعه الحاجه من نيتك من جواكي، بربنا يشفيكي او ان ربنا يرزقك ويديكي. عايزه اقولك كمان حتى لو معكيش اطفال، ربنا بيديكي وبيرزقك لو انتي بتطلعيها بنيه كده بدعوه جميله، وتقول يا رب اديني وارزقني اطفال. ربنا بيرزقك وبيديكي من حيث لن احتسب اي حاجه انتي بتتمني. عايزه اقولك كمان ما تفكريش في اي حد بيضايقك، ما تفكريش في اي حاجه ان انت تعملي خير ولربنا بس. يعني ما تفكريش في حد بيتكلم عليكي، ولا حد قال كلمه عليكي تضايقك تقعدي تضايقي نفسك، لا. فكري دايما واشغلي بالك بربنا وبس. اعملي خير وربنا هيديكي اضعاف اضعاف. هنا كده كنت عاملاه يوم الخميس بالليل، وتاني يوم الجمعه طبعا سبته بقى يسقع في التلاجة، ونزلت بقى تفرقيه يوم الجمعه كده الصبح ساعة صلاة الجمعة، بيبقى جميل جدا.